النهارده احنا موجودين في سوق الرحاب القديم وهناكل عند اجمد مطعم مشويات. يا ترى هناكل عند مين النهارده؟ تاتا! هناكل عند الحاتي. ما هو مش اي حاتي، يبقى الحاتي. يلا بينا. ذمتك كل ده تاخير؟ معلش والله الطريق زحمه قوي. حبه كمان كنت بصي هضرب الاكل، بس يعني احمدي ربنا ان هم نزلوا بس السلطات. لا قولي لي بقى، انت ايه سر المكان اللي انت بتيجي فيه على طول ده؟ مبدئيا كده كل حاجه هنا بيرفكت ممتازه. من اول كده ما تدخلي تلاقي كده الويتر واقف لك كده على السلم مستنيكي كده ويلكم درينك كده مشمبر. تطلعي فوق كده تسمعي الميوزك اللي انت سامعاها دلوقتي دي. الديكوريشن بقى بيفكرك كده كانك قاعده كده فيلم. عارفه انت الافلام الابيض واسود زمان لما كانوا بيصوروا كده في مطاعم كده اثريه؟ يعني بصي الديكوريشن عامل ازاي. لا بجد يعني بجد خطير. تحفه. هتاكليني ايه بقى النهارده؟ تاكلي حمام ولا كباب لا ولا كفته؟ لا ما تقوليليش والله طري بطايه. انت هتعزميني على كل ده؟ ايه رايك؟ اما نشوف. هننزل بصينيه الحاتي دلوقتي. لا صينيه جنب كله مشكل. تاتا! لا شغل عالي قوي. شفتي؟ حرمتكيش من حاجه. شغل عالي قوي. حمام تلاقي، فراخ مشويه تلاقي، شيش طاووق، كباب، كفته. حبيب قلبي ممبار. خلينا في الحمام ندوق، شكله يجنن. يلا بينا. سلام يا سلام يا سلام. محشي رز. خطيره تحفه. لازم تدوقيها. يا سلام 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 يا سلام. الله فظيعه. الله حاجه كده ملهاش حل. شفتي الرز عامل ازاي؟ مستوي بطريقه مش طبيعيه يا جماعه والله العظيم. بسم الله ما شاء الله. وفي طعم كده غريب ما دقتوش بره خالص. اول مره ادوقه هنا. ايه الاختلاف؟ خلطه غريبه كده. ما هو دي بقى الخلطه دايما اللي بتميز بيها الحاتي. مش اي حد بيعرف يعمل خلطات الحاتي، عشان كده هو متميز عن اي مكان تاني. انا عايزه اقول لك ان الحاتي ده اقرب مكان ليا هنا في الرحاب. كده يا جماعه زي ما قلت لكم ان هو موجود هنا في الرحاب في السوق في السوق القديم. كل ما بعوز اكل اقوم لابسه التريننج بتاعي ونطه وجايه اكل في ودخلته سهله قوي على فكره. جدا بابا 6 اقرب حاجه جدا جدا جدا. وعايزه اقول لك ان انا ساعات لما بكسل اصلا انزل بكلمهم على الهوت لاين. رقمه كام بقى؟ 19 6 3 8. بقول لك ايه، قولي لي بقى الفروع بتاعته فين؟ بصي بقى انا هقرا لك من المنيو لان هم كتير قوي. عندك يا ستي في حدائق القبه، وفي الرحاب في السوق القديم، عندك في رمسيس، الدقي، مدينه نصر، مدينتي، طريق السخنه، فرع السويس، وفي كمان في دوله قطر. ده حلو قوي قوي يعني قوي. الحاتي كمان بقى انترناشونال. بقول لك ايه، لو عندي عيد ميلاد او حاجه نظامهم ايه هنا في الخصومات والدنيا ايه؟ يا مسيطره. انا عايزه اقول لك ان هم بيغطوا كل الايفنتات اللي انت ممكن تتخيليها بجد، سواء بقى كان عيد ميلاد، سواء مثلا كان في شركه عندها ميتنج كبير بيغطوه، سواء افراح، كل ده بيغطوه من عندهم يعني الصراحه. وكمان بيعملوا خصومات رهيبه. بيجيبوا ستاف متخصص يعني. ده حقيقي حلو قوي، بيخدم عليكي من الالف للياء. وايه موضوع الابلكيشن اللي بيقولوا عليه ده؟ انا سمعته بس ما اعرفش ايه هو. عايزه اقول لك ان الابلكيشن بتاع الحاتي دي اول ما انت بتنزليه وبتخشي عليه بتاخدي خصم كبير جدا. والله العظيم. ايه رايك في الكفته؟ حلوه قوي فيها خطيره. عارفه الكفته دي بتفكرني بايه؟ بابايا زمان كان بياخدنا كده الفرع بتاع رمسيس. فاكره؟ قديم قوي يعني انا احلى ايام. سر حبي في الحاتي لما كنت بروح زمان مع بابايا وكده ننزل الفرع بتاع رمسيس دوت، طعم الكفته والتقديم وريحه المكان. تحس ان هي ريحه قديمه كده وناس جميله. كل ما بحن للماضي باجي الحاتي. قولي لي بقى الصينيه دي اسمها ايه؟ الصينيه دي بقى انا بطلبها هنا دايما لما باجي. دي بطه بيبقى تحتيها بقى رز بالمكسرات والكبده والزبيب وحاجات كده. بصي يعني ما اكلتهاش في حته ثانيه. عشان كده بقالك فتره وشك منور. ده السبب. ما قلتليش على فكره. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، بس الصراحه السر في الحاتي. بصي بقى يا ستي، العيش ده اسمه عيش توست وبيعملوه على الفحم وبيطلع كده المزاج بتاعته زي ما انت جدا. سلطات بقى توميه دي بقى مع اللحمه. يا لهوي. عندك طحينه، عندك سلطه الزبادي بالخيار والنعناع، سلطه خضراء طبعا. متوصيين بيكي قوي على فكره. حياتي صح.
قوي. لا استني، انت بتفتحي الكيس كده أيوة وخلاص. خلاص بصي بقى. الشياكه، بصي الشياكه، فتح الاكل مش الكيس قادره عامل استنى، إزاي؟ مش قادره بصي، استنى بصي، بجد. بصي، لا مش لا قادره لا، استنى انا. الموضوع كبير، الموضوع كبير. ما باكل بط في مكان ويطلع طري وجوسي بالمنظر ده. لا كمان هي مستويه كويس قوي، دي احلى حاجه فيها. لا هي مستويه بطريقه انا ما اكلتهاش في مكان قبل كده بالمنظر ده. البط يا جماعه بتدوب في البق، رهيبه. بالنسبه للخصم اللي حصل ده انا مش هسيبه يعدي. انا عايزه طبق سجق بقى فظيع. اسمه هو طبق كل ده ولا ما اسمه إيه؟ عجبكيش؟ اسمه طاجن. انت مالك، انا عايزه اكل طاجن سجق. هتاكلي تاني؟ عندك معده؟ عندي. لو سمحت طاجن سجق للاستاذه. كان نفسي في السجق. لا 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 كده كتير بجد. سجق رز معمر لا باللحمه ورز معمر. لا دي لحمة احلى بالبصل. مفاجاه، دي احلى مفاجاه. ايه رايك؟ دي احلى مفاجاه. تعالي ندوق، لا لازم مع ادوق. بعض. انت هتدوقي ايه؟ رز هدوق بالمعمر؟ الاول ده. وانا هرد اللحمه بالبصل. انت قولي لي رايك في الرز المعمر وانا اقول لك ايه ماشي. رايي في اللحمه بالبصل. تمام؟ تهيألي بقى دي لازم ايه؟ قلقانه من العزومه دي وراها حاجه. الله. طعمه خطير. عايزه منك مصلحه. حاسه بكده اقول لك والله. عليها بعدين. لا خطير، لازم تدوقيه. الله. لا دوقي بجد يجنن. تحفه. ليهم خلطه غريبه. تحس ان هو كريمي كده. احلى حاجه في الحياتي ان هم فعلا بيهتموا دايما بالتفاصيل. بجد تفاصيلهم في الاكل مرعبه. لا يعني وده انا اللي بفكر بيميز الحاتي عن اي مكان تاني. فعلا صدقوا لما قالوا في السلوجن بتاعهم مش اي حاتي يبقى الحاتي. دي حقيقه. الحاتي انت هيبقى اكتر الحاتي. حاجه عجبتك ايه النهارده؟ الصراحه انا اكلت اكل كتير جدا. اكتر حاجه عجبتني الحمام. البطه. البطه انا دمرتها. اعترفي. انا دمرت البطه. تمام. الحمام حلو جدا. البط الكباب والمشويات بصراحه خطيره. كفته مع انا الصراحه نفسي اطلع لهم عيب يا جماعه والله العظيم ثلاثه. فعلا اللي بيجي ياكل الاكل هنا بيدمن المكان ده. لا وليه خلطه اصلا غريبه، انا مش عارفه ايه الخلطه اللي بيعملوها في ايه بالظبط. انت بتتكلمي عن مكان فاتح يعني. انت من زي سنه ما- كام؟ من سنه 38 بالظبط زي مامتك ومامتي يقولوا لنا نفس، هو فعلا نفس. ده حقيقي. فاللي مختارين خلى أحسن المكان يعني زي الحاتي يفتح من سنه 38 لحد دلوقتي، ده معناه ان هو فعلا بذل مجهود عشان يثبت نفسه ان هو مختلف عن بقيه المطاعم بتاعت المشويات التانيه.